الخليج مش لعبة في إيد حد، وزي ما بيقولوا المتغطي بالأمريكان عريان. ترامب صحي على صدمة عمره لما لقى السعودية فجأة قفلت الأجواء والقواعد في وش الجيش الأمريكي، وقالت بوضوح مفيش ضرب لإيران من أرضنا. ترامب اللي كان داخل بقلب جامد في عملية الحرية عشان يفتح مضيق هرمز بالقوة، لقى نفسه مكشوف ومضطر يغير الخطة 180 درجة من لغة النار للغة الكلام. الحكاية دلوقتي بقت في ورقة واحدة فيها 14 بند بيمثلوا خطة السلام اللي ترامب بيجري وراها قبل ما يطير للصين. الكلام ورا الستارة إن أمريكا طالبة من إيران توقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 سنة وتسلم 450 كيلو من المخزون اللي عندها، وفي المقابل ترامب يفك الحصار عن الموانئ الإيرانية ويفتح المضيق. بس إيران ردت بدم بارد وقالت إن الورقة دي مجرد قائمة أمنيات أمريكية مش اتفاق ملزم. وفي وسط المعمعة دي إسرائيل في حالة ذعر حقيقي. المسؤولين هناك مرعوبين من إن ترامب يبيعهم في نص الطريق ويعمل صفقة تحمي الاقتصاد الأمريكي والبترول ويسيب البرنامج النووي الإيراني زي ما هو من غير تفكيك. والوضع العسكري ما بقاش في صف واشنطن قوي، لأن حاملة الطائرات جيرالد فورد سابت البحر الأحمر بعد ما الأعطال والوقت نالوا منها، وده خلى ترامب يفقد كارت قوة كبير في المنطقة. دلوقتي الكل حابس أنفاسه ومستني الرد الإيراني اللي المفروض يوصل في خلال أيام. أسعار النفط عمالة تطلع وتنزل مع كل إشاعة، وترامب بيحاول يسوق أي هدوء على إنه نصر انتخابي ليه. تفتكروا النشفان اللي الخليج بقى بيتعامل بيه مع أمريكا هيجبر ترامب يمضي على شروط إيران، ولا الحرب لسه فيها مفاجآت تانية؟